اول حاجه بقى اعملها علشان ننتقل من الاداره العشوائيه البسيطه لاداره قويه. اول حاجه تعملها انك انت تتعاقد مع شركه تسويق. تتعاقد مع شركه تسويق او تجيب حد جوه الاكاديميه تسويق. المهم انك توصل لناس خاصه بالماركتينج او خاصه بالتسويق الرقمي عندك في الاكاديميه، سواء بقى داخل الاكاديميه عندك يبقى موظف معاك، او تتعاقد مع شركه باداره التسويق الرقمي بتاعك. ليه اشمعنى التسويق الرقمي؟ ما قلتلكش حسابات، ما قلتلكش اتش ار، ما قلتلكش اي حاجه تانية، لان التسويق بالنسبه لك انت لو تلاحظ اللي انت عملته في اللي فات ده كله كان عباره عن ماركتنج. هو ده اللي جاب لك الفلوس، هو ده اللي اشتغل لك كويس، هو ده اللي خلاك اصلا تعمل عمليه تدوير من طالب لفلوس لهكذا. اللي حصل ده حصل ازاي؟ حصل عن طريق ناس اشتغلت معاك في الماركتنج. تمام؟ فانت محتاج بشكل مهم جدا وعاجل انك تتعاقد مع شركه تسويق او تجيب حد بتاع تسويق معاك. هيعمل لك ايه الشخص ده، وازاي افهم الشخص ده كويس ولا لا؟ هيعمل لك ايه؟ هيعمل كل الشغل اللي كنت حضرتك بتعمله ده اكيد، وهيزود لك عليه الحاجات الاساسيه في شغل التسويق، زي بقى التحليلات، تحليل المنافسين، زي الكومباني بروفايل، زي الاستراتيجي، زي كل امور التسويق اللي هي طبعا يعني الفيديو مش هيساعد ان احنا نتكلم فيها، ولكن هي كلها مهمه. هيعمل لك الحاجات دي كلها.